في حالة إحباط عند ناس كتير الأيام دي، وبنسمع كتير جملة أنا ما بقتش عايز أتعلم حاجة تاني، ليه أتعب نفسي وال AI بقى مرعب بيفهم البروجكت كله وبيطلع كود شغال من أول مرة. الإحساس ده خلى كتير مننا يفقد الدافع إنه يشتغل على نفسه. بس رغم كل التطور ده في 4 حاجات أساسية لسه ال AI ما يقدرش يعملها لوحده من غيرك، وهم دول اللي بيخلوا وجودك ملوش بديل. ال AI في النهاية tool، وعشان تطلع نتيجة صح محتاج حد يوجهها، وأنسب حد يعمل ده هو أنت لو فاهم fundamentals كويس وفاهم البيزنس دومين. ال AI مش هيقدر يفهم البيزنس لوحده بالشكل الكامل، وحتى لو افترضت إنك اديته سياق البروجكت كله، البيزنس رولز مش ثابتة ودايما بتتغير. ال AI مش هيعرف يكيب اب مع التشنجز دي لوحده، محتاج حد يديله input ويعمل validate للأوتبوت. إحنا متفقين إن ال AI ممتاز في الapplications اللي بتبدأ فيها from scratch، بس على أرض الواقع أغلب شغل الشركات بيكون على legacy systems بقالها سنين كتير، والمشكلة فيها مش إن الكود قديم وخلاص، المشكلة الأكبر إن جواها hidden business rules، قرارات اتخذت من سنين، exceptions اتعملت عشان عميل معين، stored procedures بتغير داتا من ورا الكود، integrations بتعتمد على side effects محدش عامل لها documentation. فال AI ممكن يقرا الكود بس مش هيعرف بسهولة يفرق بين debug ولا ده behavior مقصود ولا ده work around قديم، وهنا دورك بيبان إنك تفهم السياق، تسأل الأسئلة الصح، وتعرف تغير من غير ما تكسر فلو تاني شغال من سنين. دلوقتي ال AI agents بقت تقدر تبني features من مجرد prompts بسيطة، بس في فرق كبير أوي بين إن tool تطلع feature في بروجكت بسيط أو بيئة معزولة، بين إنها تطلعه في environment حقيقية خصوصا في الانتربرايز companies، لأن الموضوع مش بس كود، أنت بتتعامل مع بروسيس كاملة، محتاج تفهم التوبولوجي على الكلاود، تطبق السكيورتي رولز، تحدد الترافيك هيجي منين ومين مسموح يكلم مين. فعشان تعمل كل الكلام ده محتاج حد يربط الخيوط دي كلها ببعض. حتى لو ال AI كتب الكود وشرح لك هو عمل إيه وطلع لك implementation شغال، في الآخر الشركة محتاجة شخص يكون accountable عن ال changes دي، حد يقول أنا فاهم ال change ده بيعمل إيه، فاهم الريسكس، وقررت إن الكود ده يطلع برودكشن، لأن لو حصل مشكلة بعد الديبلوي الشركة مش هتحاسب ال AI. طيب هل معنى كده إننا تمام ونكمل نتعلم عادي؟ لازم نكمل نتعلم، بس مش بنفس الطريقة القديمة. التعلم دلوقتي مش إنك تعرف الفاندمنتالز بس أو تكون سبيشالست في تول أو في فريم ورك معينة. محتاج طبعا تكون قوي شوية في تخصصك، بس كمان محتاج يكون عندك جنراليست مايند سيت، يعني تعرف تبص على الصورة الكبيرة، الابلكيشن، الانفراستراكشر، الديبلويمنت، البايبلاينز الى اخره. ولو عايز تفهم اكتر يعني ايه جنراليست مايند سيت وليه بقت مهمه قوي في الايام دي، هتلاقيني شارح الكلام ده كله ده في فيديو بالتفصيل، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وسلام.